ليه معظم المشاريع بتقع في أول سنة؟ علشان صاحب المشروع فاكر انه بيلعب لوحده، مع ان الحقيقة ان اقوى خصم ليه هو المنافس مش الظروف ولا السوق. طب إيه أول خطوة علشان أكسب المنافس بتاعي؟ اول حاجة تعمل تحليل منافسين، وده مش رفاهية، ده زي انك تكتشف تشكيل الفريق اللي ضدك قبل الماتش. طب أحلل إيه بالظبط؟ ركز على الخمس نقط دول. اول حاجة السعر، اغلي ولا ارخص وليه. تاني حاجة الجودة، هل بدي نفس اللي بيقدمه ولا اعلى. تالت حاجة الخدمة، سرعة الرد ومتابعة العميل والتجربة. رابع حاجة العروض والخصومات والباقات والاضافات. خامس حاجة نوع العميل، بيستهدف مين وبيقنعه ازاي. طيب لو فهمت كل ده إيه اللي هيحصل؟ ببساطة هتعرف تلعب صح وهتعرف تكسب قبل ما تنزل الملعب أصلا، لأنك ساعتها هتكون فاهم كل حركة بيعملها منافسك. طيب لو أنا مش عارف أبدأ منين؟ سيب لي نوع مشروعك وأنا أقول لك إزاي تحلل منافسك خطوة بخطوة. أنا الدكتور أحمد أبو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك إزاي تلعبها صح.